البنات اللي طلعوا في سيارة مع أشخاص غريبين وطلعوا ترند وتكلموا ناس كثير عليهم. هذا الأحداث وهذا القصص اللي تداولها الناس غير صحيحة أبدا. أصحاب الترند استعجلوا في هذا الموضوع وذكروا أشخاص وشتموا أشخاص. القصة الحقيقية غير الذي سمعناه كامل. القصة الحقيقية الله يحفظكم إن هذه البنات اللي في السيارة طلعوا مع هؤلاء الأشخاص، رجعوا من الجامعة بعد التخرج ومعهم أخوهم وأبوهم في السيارة. وطبيعة الحال إن البنات دائما يحبون التصوير، فقامت هذا البنت تصور هذا اللحظة عشان ترسلها لصديقاتها. وللأسف الشديد إن هذا البنت صورت هذا المشهد، لأن هذا المشهد مهما كان الحال هذا المشهد مخل بالآداب وغير مرضي أبدا مهما كانت الحالة ومهما كانت القصة. هذا البنت كانت بترسل هذا اللقطة لصديقاتها، وللأسف الشديد وبالغلط أرسلت هذا اللقطة لمنصة الأضواء. الذي يعرف التطبيق الأصفر يرى خانة منصة الأضواء وخانة القصة والأصدقاء مع بعض في نفس الزاوية. فعن طريق الخطأ هذه البنت أرسلت هذه اللقطة إلى منصة الأضواء عن طريق الخطأ. منصة الأضواء دائما أي لقطة مخلة بالآداب، أي لقطة عليها ضجة، تنتشر هذه اللقطة في منصة الأضواء انتشار واسع جدا وتلقى عليها مشاهدات بالملايين. فهذا اللقطة انتشرت في منصة الأضواء وشافوها الكثير من اليمنيين، وتأكدوا أن هذه اللقطة تم تصويرها في مدينة صنعاء. طبعا تأكدوا من اللوحات ومن المكان اللي تم تصويرها فيه، لكن ما تأكدوا أن الموجودين في السيارة كلهم خوات، وأن الرجال اللي في المقدمة هذا أخوهم وهذا أبوهم. الكثير من الناس استعجلوا وشاركوا هذا اللقطة ونشروا هذا اللقطة في إكس وفي الفيسبوك وانتشرت انتشار واسع. أنا شفت هذا اللقطة في فيديو سابق بدون هذا العبارة المكتوبة فيها، وبعدين شفت هذا اللقطة مع هذا العبارة. فواضح أن في شخص مندس في هذا الحملة اللي كانت على أساس الدفاع عن الشرف. في أشخاص انتهزوا هذا الفرصة وحطوا هذا العبارة على أساس يشوهوا سمعة المجتمع اليمني. وأول صفحة قامت بمشاركة هذا اللقطة دائما تشارك اللقطات اللي تشوه المجتمع اليمني. فمن الواضح أن الناس وقعت في أعراض هذه الأسرة واتهموا أشخاص وقذفوهم بدون أي حق. لا تكونوا سبب في وقوع الناس في أعراض الناس. ولو افترضنا أن هذا اللقطة حقيقية، أين الحسن بالظن؟ أين الحسن بالظن في أخيك المسلم؟ في أحد العرب قديما يقول: لو رأيت أحد المسلمين في أعلى الجبل ينادي بأعلى صوته أنا ربكم الأعلى لأحسنت فيه الظن وقلت إنما يقرأ آية من القرآن الكريم. ولو رأيت أحد المسلمين ولحيته مبلولة بالخمر لقلت في نفسي إنما صب عليه الخمر. فأين حسن الظن في الناس؟ أين حسن الظن في المسلمين؟ أين الخوف من تشويه السمعة؟ لا أحد يتسرع في مثل هذا الأمور. هذا اللقطات وهذا الأمور المخلة في الآداب غير مرضية أبدا، ما أحد يرضى عنها وما أحد يسكت عنها في نفس الوقت. لكن تثبت دائما وانتبه دائما وخاف على سمعتك، خاف على سمعتك وخاف على سمعة مجتمعك وسمعة دولتك. لأن الغريب ما بيقول هذا بنت المنطقة الفلانية أو بنت القبيلة الفلانية، الغريب بيقول هذا بنت المجتمع اليمني وبنت الدولة اليمنية، وفي النهاية انضربت سمعة مجتمعك وسمعة قبيلتك وسمعة دولتك. فاحذروا يا ناس من هذا الأمور وتبينوا وتأكدوا فيها.